رضي الله عنه ذهب إلى السوق وجاء بتمر برني، يعني تمر جيد نوع اسمه برني، فلما رآه رسول الله وهو ما لم يكن عنده قال: من أين لك يا بلال هذا؟ قال: لقد أخذت تمرنا وأعطيت صاعين منه وأخذت صاعا من الجيد. الصورة مفهومة؟ أعطى صاعين وخذ صاع واحد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عين الربا عين الربا عين الربا، إذا أردت ذلك فبيع صاعيك ثم اشتري بعد ذلك ما شئت. يبقى ده في ربا الفضل ولا مش ربا الفضل؟ والراوي ده هو الراوي ده كان يجب انك انت تأرخ للأحاديث، لأن الأحاديث زي القرآن ما بيجي فيه متقدم ومتأخر، من الجائز أن يكون الأول جاء في النسأ ثم جاء في الإيه؟ ثم جاء في الفضل. ثم ربا الفضل أيضا يقول إلى النسأ ولا ما يقولش؟ لأن الربح المركب بيحصل من إيه؟ طب ما هو بيجي ويقول له مثلا لو بعد ذلك نيجي نأخر ونزيد، نأخر ونزيد، فكل فضل سينشأ عنه إيه؟ نسأ. يقولون لك ضرورات الحياة اقتضت، ضرورات الحياة اقتضت. نقول له ضروريات الحياة اقتضت لخروجك عن منهج الله. فلو أن منهج الله طبق في قيام حكومة إسلامية تأخذ الزكاة كما كانت الحكومات الإسلامية تفعل لتردها من الأغنياء على الفقراء، لما وجد مضطر إلى هذا. يجي واحد يقول لك ده الكلام ده في الربا استهلاكي لأن تستغل ظرف، إنما الربا الاستثماري. تقول له يا سيدي الربا الاستثماري، طب ما دام استثماري الذي يستثمر مش بيعمل عملية ينشأ منها ربح، ايه يعني تشترط له قدر مخصوص؟ من الذي اشترط في اي عمل استثماري ربحا مخصوصا؟ محدش اشترط هذا. ان في خسارة ومكسب يجي يقول لك ده هم عاملين، نقول له يا اخي ما الذي يضير لو ان الدولة التي تأخذ من الاستثمار صنعت اجهزة من الموظفين الذين لا عمل لهم ليحسبوا كل عائدات الاستثمار ثم توزع على المبالغ المستثمرة ثم يكون الامر امرا اسلاميا، اهي شهوة في مخالفة الله؟ اذا كان ذلك قبل ان تهب الهبة الاسلامية وتوجد بنوك على مواصفات الاسلام بحيث يكون لا ائتمان فيها، ومعنى لا ائتمان لا قرض ولا اقتراض، تباشر عمليات ثم تكسب او تخسر، ان ارادت ان تضمن بألا تخسر فعليها كما حصل بالفعل ان تنوع الاعمال، فان خسر عمل ينهض عمل اخر بالكسب. واذا كان لنا ان نأخذ هذه النظم لاننا كنا محتاجين اليها ولا عندناش نظم، ثم وجد نظام بديل يحقق منهج الله ويحقق ما نهدف اليه من الاستثمار، ما المانع ان نعمم؟ الذين يقولون ذلك نقول لهم دعوا فتوى العلماء، لان المسألة اصبحت على طرف السمام كما يقولون. اننا ننظر فنجد مثلا بنك زي بنك مصر وشيخ البنوك في مصر صنع فرعا اسمه فرع المعاملات الاسلامية، أليس ذلك شهادة منه ان بقية المعاملات مش اسلامية؟ طب ايه المضرة دي؟ ليه المضرة دي؟ انا بتكلم على اللي عنده لسه فرع غير اسلامي. فاذا كان هذا الامر كذلك يبقى يجب اننا نواجه المسألة مواجهة، ان يجتمع علماء المسلمين بشجاعة ايمانية وليعلموا ان الله اولى ان يجامل
ويجتمع بشجاعة إيمانية وتقرع الحجة بالحجة، تحتك الآراء، لأنه ليس من الممكن الآن أن تنهض فتوى فردية لتقرر هذا النظام، لأن يجي عالم يقول كذا، يجي عالم تاني يقول إيه، يقول لا، فيحصل ذبذبة في الإيه، في الفكر الإسلامي. نقول أيها العلماء عليكم أن تجتمعوا، وعليكم أن تبحثوا، وعليكم أن تنتهوا إلى رأي موحد تتفقون عليه حتى لا تشككوا الناس، ولكن تحت مبدأ وضعه رسول الله. نحن لا نتهم من يشرع الربا في بعض البنوك بأنه ملوش دين، ما نقدرش نقول فيه، هنكون حسني الظن به ونقول له لعل ذلك اجتهاد غلبك فيه الرأي، سنحترم ذلك الرأي، ولكن أتقول أنك بإجماع ولا فيه علماء غيرك وخالفوك؟ يبقى فيه علماء قالوا بهذا وعلماء، أنا لا أقول هؤلاء جمهرة أغلبية وهؤلاء أقلية، مش هقول فيه، أنا هخليهم سواء، ناس يقولون بالحل وناس يقولون بالإيه، بالحرم، خلاص. إن لم تجتمعوا على رأي واحد ينقذ العالم الإسلامي من البلبلة فحكموا قول الرسول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور إيه، فاجعلوه من المتشابهات، فمن ترك ما شبه له فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالذي لم يترك ما شبه له لا يستبرئ لدينه ولا يستبرئ لعرضه، ونعوذ بالله أن يكون عالم من علماء المسلمين من هؤلاء. والسلام.